السلام عليكم ورحمة الله. الرسالة اللي صيفت مؤخرا ديال جواسيس إيران والجزائر. هاد الجواسيس تأكدت بأنهم فلسطينيين وسوريين وعراقيين وأردنيين ولبنانيين. هادو دايرين واحد الجمعيات في ألمانيا وفي السويد وفي الدنمارك وفي النرويج، كيسعاو سعايا اللي خلصهم كيخدموا معاه. يعني هما منظمة إرهابية شيعية إيرانية جزائرية، كيسعاو في الاتحاد الأوروبي وتيقسموا داكشي بيناتهم. هي جمعية السعاية ديال صحاب اللجوء الإنساني، وكلهم واخدين الورق ديالهم باللجوء الإنساني، داكشي اللي صرا في العراق وفي سوريا وما شابه من ذلك. يعني هادو كيعيشوا في ألمانيا والسويد والدنمارك، ولكن المقر ديالهم كاين في السويد. وهاد السعاية داروا راسهم بأنهم غيجوا للمغرب باش يعاونوا الضحايا ديال الزلزال. سمعوا مزيان وفهموا الهضره ديالي. داروا بانهم غيعاونوا الضحايا ديال الزلزال ديال المناطق الحوز مراكش. واش كيديروا؟ الطريقه اللي كيديروا باش كيوصلوا ياخذوا الفيديوهات. الطريقه اللي كيديروا اشنا هي؟ الطريقه اللي تيديروا اللايف، اللايف المباشر، اللايف عبر التيك توك او لا المواقع عديد ديال المواقع كاينين، والموقع ديال الفيسبوك. ملي تيديروا هما داك اللايف المباشر، اش يديروا؟ هما تيشكوا وتيعرفوا بديك القضيه بان المغاربه راه ما ساهلينش غيتحلبوا بهم. اش يديروا؟ تيديروا ديك القضيه ديال اللايف، ولكن كاينين اخرين معاهم في السويد وكيعيشوا في اوروبا، في الالمان وفي الدنمارك وفي النرويج وفي ايرلندا. اش يديروا؟ تيسجلوا داك اللايف تيتسجل وتياخذوا منه، تيمشيو عند شي دري صغير تياخذ معاه، يعني مجرد ياخذ من عنده واحد دقيقه ولا جوج دقائق ديال الكلمات معاه، تيسولو تيعاود على العائله ديالهم. اللايف راه تسجل في مناطق اخرى. انت ملي مغربي كيدوز ما كيلاحظ المغربي والو، كيشوفهم دايرين اللايف عادي، يعني كياخذ كلمه من عند هذا وكيمشي كينقص كيمشي عند واحد اخر باش المغربي ما يلاحظ والو. لان المغربي الا شافهم مريحين مع دري صغير وغيبقاو يصوروا معاه وهادي، الناس غتلاحظ. هما لا، تيديروا اللايف تياخذوا دقيقه مع الدري صغير ولا جدراري ولا جوج دقائق، وتيمشوا عند مرا مسكينه ما قارياش ما عارفاش، ياخذوا معاها حتى واحد دقيقه ولا جوج دقائق. هنايا حتى اللايف تيتسجل، وداك اللايف تيتقطع. ملي تيتسجل تياخذوا منه الاخرين غير دوك الفيديوهات، دوك المراه الكبيره اللي كتبان مسكينه ما عندهاش، وداك الدري الصغير تياخذوا داك الفيديو وتيمشيو تيعرضوه على الجمعيه ديالهم، والجمعيه كتعرضوا على المقاطعات، على المناطق الدول اللي كيعيشوها بحال المانيا والسويد والنرويج والدنمارك، وتيمشيو تياخذوا المساعدات، وديك المساعدات تياخذوها بالفلوس. تما كاين هما تيقسموا ديك الفلوس. يعني هادو سعايه بطريقه عقلانيه، كيستغلوا المواقف بحال هاد المواقف الاجتماعيه، بحال مثلا المغرب. هما اصلا كانوا كيستغلوا سوريا، كانوا كيمشيو لسوريا وكيديروا اللايفات وتيقولوا بحال الناس كدا وحنا من هاد المناطق وخصنا ندوا المساعدات وهادي، وتيديروا الفلوس. فلسطينيين وسوريين واردنيين وعراقيين ولبنانيين. اخي المواطن المغربي، خاصك تحاول ما امكن تبارطاجي هذا الفيديو باش يوصل للحكومه المغربيه والمغاربه باش يعرفوا دوك الفيديوهات اللي كيتلاحوا في المواقع الاجتماعيه ماشي مغاربه اللي ليحينهم. يعني منظمه ارهابيه ديال السعايه في اوروبا كما قلت لكم سابقا، من فلسطينيين وسوريين وعراقيين واردنيين ولبنانيين، ومن تنظيم الايرانيين والجزائريين. اخي المواطن، بارطاجي هذا الفيديو باش يوصل للمغاربه. يعني ملي كتشوف انت الفيديو مليوح في التيك توك، كيكتب لك كيدير لك الرايه المغربيه، ولا كيدير لك شي تصويره بان تقول هذه عاد الريه، كيدير لك شي تصويره بعد تقول هذه، ولكن هما ماشي مغاربه اللي لايحين هذوك الفيديوهات. تيلوح لك فيديو وزائد تيدير لك موسيقى حزينه باش هما كيمشيو يسعاو.
اخي المواطن، اختي المواطنه، بارطاجيو هذا الفيديو باش يوصل للحكومه المغربيه، باش تعرف شكون هما هذوك الارهابيين ديال السعايه اللي داخلين المغرب وكيصوروا الناس بدون يعني بدون يعني سميتو بدون رخصه ديال التصوير. يعني كيصوروا بدون رخصه من الحكومه، كيصوروا هذاك الناس وكيمشيو يسعاو بهم. يعني حنا فهمنا دابا دوك السعايده الفلسطينيين والسوريين والاردنيين واللبنانيين والعراقيين اللي تابعين للشيعه العراقيه والجزائر اش كيديروا في المغرب. مع ذلك اخي المواطن، اختي المواطنه، خاصكم تبارطاجيو هذا الفيديو باش يوصل للحكومه المغربيه، باش دوك الجمعيات اللي كاينين في المغرب من طنجه للقويره فكاينين اكثريتهم خونه، كيجيهم تمويل من بحال هاد الجمعيات، وكيجيهم تمويل من الحكومات الفرنسيه والجزائريه والايرانيه باش يتقسوا على المغرب كواسيس لمنظمات خارجيه. اخي المواطن، اختي المواطنه، كنشكرك باش تبارطاجي هذا الفيديو باش يوصل ان شاء الله للحكومه، وتاخذ هاد المواقف اللي قلنا وهاد النقاط اللي قلنا باش تاخذهم بعين الاعتبار وتجتهد فيهم باش تعرف الحقيقه ديال هذا الموضوع اللي تنقولوا. والسلام عليكم ورحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.